الحقيقة أنا كان نفسي أقول إني أتكلم عن تريسا باركر من كون إيرث 616 فقط، مش من الأكوان التانية، لكن للأسف هي ملهاش أصلا غير نسخة واحدة في المالتيفيرس كله. بس برضو روحوا شوفوا فيديو الأكوان المتعددة. أول ظهور لتريسا باركر كان في قصة طويلة امتدت على عدد واحد بعنوان Amazing Spider-Man Family Business، وعلشان نعرف قصة تريسا لازم نعرف إيه اللي حصل في القصة دي. القصة بتبدأ بويلسون فيسك الشرير الشهير المعروف بكينج بان وهو بيزور مصحة نفسية في تونس. بنكتشف إن كينج بين كان بيزور واحد اسمه ميرفين فلام، وده شرير ملقب بمنتالو قادر على التخاطر والتحكم بالعقول. كينج بين قال له ان هو السبب ورا انه محبوس في المصحة دي، وان هو برضه اللي يقدر يطلعه. واضح ان المصحة دي كانت مكان مش لطيف بالنسبة لمنتالو، لان بجانب الظروف السيئة اللي بيتعرض لها الا انه كمان كان مجبر انه يسمع افكار المرضى النفسيين اللي حواليه، ودي كانت تجربة مؤذية جدا ليه. عشان كده منتالو وافق فورا انه يشتغل لصالح كينج بين. بعد 3 شهور من المشهد ده بنشوف بيتر باركر قاعد في البيت. ربما دي حاجة عادية بالنسبة للناس التانية، لكن بالنسبة للأستاذ حظ زي الزفت. مفيش دقايق وبيتر دخل عليه مجموعة من الجنود المسلحين. طبعا بيتر مرضاش يحاربهم لأن ده ممكن يفضح هويته كسبايدر مان، بس برضه كان مستغرب ايه اللي يخلي جنود زي دول يهاجموا شقة بيتر باركر. بيتر فضل مستهتر بالموضوع لحد ما لقى نفسه متكتف ومربوط بحبل في طيارة ولا كأنه شوال بطاطس. هنا بدأ يدرك ان الموضوع شكله جد وقطع الحبل وساب نفسه يقع في الشارع. لكن قبل ما يلمس الأرض في عربية ظهرت فجأة تحتيه وبيتر وقع جواها، ولما بص جنبه لقى واحدة بتقوله ما تخافش أنا هنقذك منهم. بيتر سألها أنت مين؟ وهي قالت له أنا تريسا باركر أختك. بيتر فضل متنح شوية لأن البنت دي فعلا كانت شبهه إلى حد كبير، نفس الشعر والعين والملامح. بيتر سألها أنا من إمتى عندي أخت؟ وتريسا قالت له هشرح لك كل حاجة بس خلينا نركز إن إحنا ما نموتش دلوقتي. واضح إنها مش بس شبهه ولكن عندها نفس حس الدعابة الرخم بتاعه. خلال بعض الأحداث الاتنين بالفعل بيقدروا يهربوا من الجنود، ولما بيتر عبر عن شكه بادعائها إنها أخته تريسا ورت له صورة. الصورة كان فيها ريتشارد وماري باركر بالفعل شايلين طفلة صغيرة. بيتر مصور محترف، ولو الصورة دي كانت مزيفة كان هيعرف الصورة حقيقية. بيتر بيقول لها ازاي طول السنين دي وعمري ما عرفت بوجودك، وهي قالت له انت كان عندك كام سنة لما عرفت ان ابوك وامك جواسيس؟ بيتر اتكبس وما بقاش عارف يقول ايه، لانه بالفعل كان كبير في السن لما اكتشف ان ابوه وامه كانوا بيشتغلوا مع CIA. قصة اكتشاف بيتر للسر ده انا ذكرتها في فيديو سابق، هتلاقوا الرابط ليه على الشاشة وفي الديسكريبشن برضو. المهم تريسا قالت لبيتر انهم دلوقتي هيسافروا لدولة موناكو، وقالت له انا عملت لك باسبور علشان تسافر بيه. بيتر قال لها انت ازاي عملت كل ده؟ وهي قالت له انها في الحقيقة جاسوسة مع CIA برضو، وان في ناس عايزين يخطفوا ابن وبنت ريتشارد وماري باركر. بيتر لقى نفسه في طيارة معاها ومسافر، وهناك اضطر يتصل بعمته ويقول لها انه راح مؤتمر علمي وانه نسي يقول لها. وبعد كده راح مع تريسا لحفلة في كازينو، وهي قالت له انها هتروح تقابل شخص ما وطلبت منه يحاول يندمج في المكان. بيتر حاول يندمج، لكن الاندماج بدأ يبقى صعب لما لقى ان في واحد موجه مسدس لظهره وبيقول له تعالى معايا وانت ساكت. بيتر نط بسرعة وشال ترابيزة كاملة ورماها على الراجل ده، وبعدين غير للبس سبايدر مان وراح بسرعة ينقذ اخته اللي بالفعل لقى ان في ناس بيحاولوا يخطفوها هي كمان. لكن الموضوع بقى اسوأ لما سبايدر مان اكتشف ان المرتزق الخارق الملقب بالسايكلون هو كمان مكلف انه يقتل بيتر. خلال معركة سبايدر مان قدر يهزمه، لكن تريسا استغربت لما شافته وقالت له انت ايه اللي جابك البلد دي؟ سبايدي بسرعة غير هدومه ورجع تاني بيتر باركر، وراح لتريسا وعمل نفسه عبيط وقال لها انا كنت مستخبي طول الوقت ده. في المشهد التالي بنشوف تريسا وبيتر راكبين عربية وهي بدأت تحكي له الهدف من المهمة. تريسا قالت له انها طول حياتها بتدور على اي معلومات عن ابوها وامها الحقيقيين، لكنها ما لقتش اي مستندات ليها علاقة بولادتها. لكن من اسبوع CIA اعلنوا لعملائهم ان في عملية اجرامية عملاقة بتدور في اوروبا وشمال افريقيا، وان في شخص اسمه بيتر باركر بيشكل عنصر مهم فيها، وده لانه ابن ريتشارد باركر. تريسا بقى عندها فضول تعرف اكتر عن بيتر ابن الجواسيس الاسطوريين دول، واثناء البحث لقت مستندات بتثبت انها بنت ريتشارد وماري باركر، ومستندات بتشرح ازاي تم تبنيها. بيتر بيقول لها طب ليه ما خلوكيش تروحي تعيشي مع عم بن زيي؟ وهي قالت له ان ده اللي بتحاول تكتشفه. الاتنين بعد كده وصلوا لبيت شخص اسمه ايميل تشيجارو، وده يبقى الشخص اللي كان بيدير المهمات بتاعه ريتشارد وماري. ايميل بدأ يحكي عنهم وازاي انهم كانوا جواسيس ممتازين لدرجة انهم انقذوا العالم مرتين
مرتين، وفي مرة من المرات قدروا يهزموا جماعة شريرة من انهم يحصلوا على كمية كبيرة من الذهب النازيين خبوها جوه مقبرة في مصر، والمكان ده كان بيحرسه روبوت قوي جدا اسمه سليبر. ريتشارد باركر قدر انه يقفل بوابة المقبرة باستخدام جهاز بيستجيب ليه هو فقط، علشان كده الجماعة دول عايزين يخطفوا ابنه علشان الدي ان ايه بتاعه وشكله وصوته مشابهين لابوه، وبكده يقدر يفتح لهم المقبرة دي. بيتر سأل ايميل اذا كان يعرف اي حاجة عن ليه ابوه وامه خبوا اخته، وايميل قال له انه اتفاجئ زيهم بالظبط وانه ما كانش يعرف ان بيتر عنده اخت. لكن بعد ما مشيوا ايميل اخد الكوباية اللي تريسا كانت بتشرب منها، يا ترى هيعمل بيها ايه؟ القصة بعد كده بتنقلنا لسويسرا، وبنكتشف ان بيتر وتريسا راحوا هناك علشان يشوفوا المقر السري بتاع ريتشارد وماري باركر، وده لان ممكن يبقى في حاجة هناك تعرفهم مكان المقبرة اللي فيها الذهب. بالفعل الاجهزة اللي هناك افتكروا ان بيتر هو ريتشارد وقالوا له على المكان اللي فيه الذهب وازاي يدخلوا كمان، لكن للاسف فرحته ما كملتش لانه اكتشف انه تم العثور عليه من الناس اللي بيحاولوا يخطفوهم. بيتر قدر ينقذ تريسا، لكن ده ادى الى فتح هويته ليها كسبايدر مان. الاتنين بعد كده اتجهوا لمصر بحثا عن المكان السري، لكن تريسا فضلت طول الرحلة تصدع بيتر بأسئلة عن حياته كبطل خارق. المهم الاتنين وصلوا للمقبرة وجواها لقوا نفسهم وجها لوجه مع كينج بين، وبيتر دلوقتي ما بقاش عارف انهي اسوأ، انهم متحاصرين من كينج بين ورجالته ولا ان كينج بين دلوقتي هو كمان اكتشف هويته الحقيقية. كينج بين امر بيتر انه يفتح له المقبرة والا هيقتل اخته، لكن بيتر لاحظ وجود مينتالو مع كينج بين وهنا قدر يخمن. بيتر قال له دي مش اختي يا كينج بين وانت عارف ده كويس، وكينج بين قال له طول عمرك ذكي يا بيتر، وامر مينتالو انه يشيل الوهم اللي هو عامله في دماغهم. وهنا شكل تريسا الحقيقي ظهر قدام بيتر، وبنكتشف انها مش شبهه اطلاقا، حتى عينيها وشعرها شكلهم مختلف. كينج بين بيكشف ان اسمها الحقيقي هو تريسا دوراند مش باركر، وان هي كمان كانت مخدوعة بالوهم بتاع مينتالو علشان تفتكر انها اخت بيتر. تريسا قالت له انت كذاب، انا معايا صورة بتثبت ده، ولما طلعت الصورة اكتشفت انها كانت مجرد وهم. كينج بين كشف كمان ان كل اللي بيطاردوهم دول تابعين ليه اصلا، وان الهدف هو انه يخليهم يقودوه لمكان الذهب ويفتحوا له البوابة. بيتر بالفعل اضطر يفتح البوابة علشان كينج بين ما يقتلش تريسا، لكن الروبوت اللي جوه اتحرر وخرج لشوارع القاهرة. طبعا سبايدر مان اضطر انه يحارب الروبوت ده علشان ما يقتلش اي ابرياء، واثناء ما بيتر كان بيحاربه تريسا كانت بتحارب كينج بين ورجالته. ولما سبايدر مان قدر بالفعل انه يهزم الروبوت اتنقل لكينج بين وهزمه هو كمان. طبعا تريسا كانت عايزة تقتل كينج بين بسبب اللي عمله فيها، لكن بيتر حاول يقنعها ما تعملش كده. كينج بين استغل ترددها في انه يهاجمها، لكن لحسن الحظ بنكتشف ان مينتالو اخيرا جات له الشجاعة انه يتمرد على كينج بين واطلق موجة اتسببت ان كل الموجودين اغمى عليهم، بل كمان كلهم فقدوا ذاكرتهم، وتريسا نسيت كل حاجة عن بيتر، وكينج بين نسي هوية سبايدر مان الحقيقية. مينتالو برضه فقد عقله تماما وبقى غير واعي باللي حواليه، وبكده سر سبايدر مان رجع تاني في امان. المغامرة بتنتهي ببيتر بيودع تريسا بعد ما بيتأكد انها بخير، لكن القصة بتنتهي بمشهد بيورينا ايميل شيجارو وهو بيعمل تحليل دي ان ايه للعاب بتاعة تريسا اللي كان على الكوباية بتاعتها. واثناء التحليل بنشوف فلاش باك بتظهر ابو وام بيتر وهما بيتكلموا عن ازاي انهم خايفين على رد فعل بيتر لما يعرف الحاجات اللي كانوا مخبينها عنه. ريتشارد بيقول لماري ما تقلقش وان هما التلاتة هيبقوا عيلة سعيدة، لكن ماري لمست بطنها وقالت له تلاتة؟ نتيجة التحليل بتظهر قدام ايميل، ولما ايميل بيشوفها بيبتسم والقصة بتنتهي. بنعرف بعد كده ان تريسا سابت CIA وانضمت لشيلد، وبنكتشف ان ذاكرتها ما كانتش اتمسحت تماما بل كانت مكبوتة فقط، ومع الوقت رجعت تاني وافتكرت ان بيتر باركر هو سبايدر مان، والاتنين من ساعتها وهم اصدقاء وعملوا كذا مغامرة سوا. وفي واحدة من المغامرات دي بنكتشف ان في روبوتات فضائية اسمهم فيدومي عايزين يغزوا كوكب الارض لان البشر فيه بيعاملوا الذكاء الاصطناعي بطريقة سيئة. المشكلة ان الطريقة الوحيدة لهزيمة الروبوتات دي كانت موجودة في الملحوظات بتاعة الشرير المعروف بتنكرر، لكنهم اتحرقوا زمان لما حصل حريق في المعمل بتاعه. علشان كده سبايدر مان وتريسا اضطروا للعودة بالزمن باستخدام جهاز اسمه التايم بلاتفورم علشان يجيبوا الملحوظات دي قبل ما تتحرق. بعد ما وصلوا للماضي تريسا قابلت نيك فيوري واللي بنكتشف انه زمان هو اللي كان جندها للCIA. تريسا بتقول له انها شاكة انها بنت ريتشارد وماري باركر وعايزة
عاوزة تتأكد هل ده حقيقي ولا لأ. نيك فيوري بالفعل ساعدها في انهم يدخلوا جوه بيت سري لريتشارد وماري، وفي البيت ده لقوا خزنة جواها مستندات. تريسا فضلت تدور على اي معلومات في المستندات دي لحد ما عينيها بالفعل وقعت على المعلومة اللي كانت بتدور عليها، شهادة ميلادها وصورتها وهي رضيعة في حضن امها. تريسا إليزابيث باركر طلعت بالفعل بنت ريتشارد وماري باركر. بعد ما سبايدر مان وتريسا خلصوا مهمتهم في الماضي ونجحوا في العثور على الملحوظات، بقوا جاهزين انهم يرجعوا تاني للحاضر. وهنا تريسا ورت بيتر الصورة. بيتر بقى طاير من الفرحة ومش مصدق ان عنده اخت حقيقية، وكان متحمس جدا يقول للعمة ماي، لكن في الاخر قرروا انهم يخبوا عليها علشان يتجنبوا ذكر التفاصيل اللي اكتشفوا خلالها. ومن ساعتها بيتر وتريسا بقوا على تواصل وليهم العديد من المغامرات سوا، واللي بيظهر فيها حبهم وثقتهم المتبادلة لبعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحة الفيسبوك، وتقدروا تدعموا القناة باشتراككم على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.